السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عودة أخرى مع فدوى أخواتي، نتمنى أنكم تكونوا كلكم بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غنحاولوا نوظفوا البسكوي اللي خدمنا به، البسكوي سبيكولوس اللي خدمنا به الأسبوع اللي فايت، وبقات لنا شوية العجينة. ارتأيت على أنني نوظفها ان بسكوي ديال تو لي جور كيف ما يبان لكم ان شاء الله في لو بلاطو. واخا البسكوي درتو غنعاود اليوم ان شاء الله غنقص منه واحد الكميه من السكر. هنا عندنا البنات 125 غرام ديال الزبده، 60 غرام ديال السكر كلاصي، نقصت الكميه ديال السكر، بيضه، معلقه ديال الفيتين طحونه، معلقه صغيره ديال الزيت، قريصه ديال القرفه، مليحه، ومعلقه صغيره ديال لاباط ديال سبيكولوس، و 300 غرام ديال الطحين. هذا هو سبيكولوس كيف ما كيبان لكم. وارتأيت على انني هاد لاباط نقص منها السكر باش مع لو كراميل اللي غنديرو فيها لو كراميل بور صالي اللي اليوم ان شاء الله غنديروه مع لو شوكولا باش نصوبوه هاد لو بتي فور. هنا كنخلط المقادير اللي عندي، شفتوا اللي كانوا عندي تما، ما عدا الطحين. خلطت كل شيء البنات، عاد كنزيد الطحين وكنصوب، نجمع لو بسكوي ديالي ونخشيه في الثلاجه يرتاح شويه، ومن بعد عاد غنجبدو ان شاء الله ونفاصونيه. يعني البقايا دائما كنحتفظوا بها، وضروري من الشكيل نخرجوا منه بزاف ديال الشكيلات كيف ما كيبان لكم. هنا ان شاء الله نحطوه في الثلاجه يرتاح على ما نصوب لو كراميل. لو كراميل البنات كيف ما كيبان لكم نعاودو، واخا فايت مني قلتو 80 غرام ديال السنيده، 100 غرام ديال لا كريم فريش تكون من النوع الجيد، 40 غرام د الزبده وان شاء الله 70 غرام ديال لو شوكولا غيش. هنا في هاد الكاسرونه مليحه بيان سور، هنا في هاد الكاسرونه غنحاولوا ندوبو السنيده ديالنا ناشفه اسيك. سي ان كراميل اسيك، هذا هو لو كراميل بور صالي. كنحركوا ديك السكر من بعد ما داب لينا كيف ما كتشوفوا معايا. مازال خصني عاود ندوبو حتى يطلق لي هذا اللوين. من بعد البنات هنا كنضيف الزبده، نحرك مزيان، وعاد غنضيف عليه لا كريم فريش، نكونوا مسخنينها من قبل. 80 غرام ديال السنيده، 100 غرام ديال لا كريم فريش، 40 غرام د الزبده، و70 غرام ديال لو شوكولا غيش، وقريصه ديال الملحه. هنا من بعد ما كيطيب الكراميل ديالي كنديه للثلاجه يبرد، عاد يمكن لي نخدم به. بعد ما برد لي الكراميل ديالي كناخذ منه 100 غرام ديال الكراميل بور صالي اللي صوت، ومعلقه ديال نيسكافي كنديرو يدفى شويه. وهنا عندي 70 غرام ديال الشوكولا حتى هو يكون غيش. غنسخن لو كراميل مع نيسكافي، 100 غرام د الكراميل ومعلقه د القهوه، و70 غرام ديال الشوكولا. من بعد ما سخن ليا الكراميل سخونيه خفيفه، هنا كنضيف فيه البنات الشوكولا دي شوكولا غيش، ولا بغيتو لو شوكولا نوار غتنقصوا من الكميه ديال الشوكولا نوار، ديروا غير 60 غرام. من بعد ما خلطت مزيان نخليو الكراميل ديالنا بعد ما ضفنا له الشوكولا ان شاء الله يبرد في الثلاجه. وهنا ان شاء الله لو بسكوي سبيكولوس غادي كنوريكم المطيبعات باش خدمت هما هادو، والجليده اللي غتخلي ليا لي طراس. اللي ما عندها جليده دير ستيل بات، اللي ما عندهاش ستيل بات دير بابي كويسون لا حرج. هاد الجليده كتخلي ليا الموتيف في البسكوي، الموتيف ديالها كتخليه ليا في البسكوي بعد ما كيطيب. كيف ما كتشوفوا كنسرحوا العجينه وكنخشيوها في الثلاجه تبرد شويه، وعاد كنحيدوها ونسرحوها في الله، نديروها نستفوها في اللاطه، وكنخشيوها في الفرن على درجه حراره ديال 160 كيف ما كيبان لكم. شفتوا البسكوي ديالي ما كيتنفخ ما والو، كيبقى في ديك الرق كيف ما كتشوفوا. هنا كنوريكم لي موتيف اللي كتخلي ليا ديك لاسيلبا ديالي.
هنا البنات غناخدوا لي نوازيط الكميه اللي عندكم، غتحمروهم في الفران الكميه اللي عندكم، غتحمروهم في الفران وتهرسوهم بالقراده ديال الربيع تدوزوهم من فوق منهم بشي دلاك يتهروشوا بحال هكذا ان شاء الله، وتغربلوهم تغربلوهم لابودر خليوها بوحدها تديروها في بيسكوي، واللي نوازيط ان شاء الله غنخدموا بهم لو بيسكوي. غنشدوا البيسكوي ديالنا البنات بعد ما طاب، غادي ندهنوا النصف ديالو بالجلوكوز. الجلوكوز البنات كيجي بحال اللصقه، ما كيوميديفيش، ما كيفزكش ليا لو بيسكوي. ومن بعد ملي كيبرد ليا لو كراميل بور صالي اللي زدت فيه الشكلاط، كنسد بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، وكتجي لا غوسيت ديالي بنينه ولذيذه. وان شاء الله البنات غدا ننتظروا واحد الغريبه اللي غزاله 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 ان شاء الله، بشي 4 ديال الاشك، باش ماشي نقول لكم 4 ديال لي فوغاش ان شاء الله غدا غادي تشوفوها باذن الله. واللي بغات دير لا ميزون بلاص تصاوب لو كراميل في لو بيسكوي، عاد تحط لو بيسكوي الفوقاني ان شاء الله اللي درت فيه درنا فيه الجلوكوز، وكيجي لو بيسكوي ديالي انيق ولذيذ في نفس الوقت. كنتمنى اخواتي على ان لا غوسيت تكون مفهومه، الشكل النهائي كيبقى بهذا الشكل كيجي انيق، وتحطوه مع حتى مع لي غاطو بريستيج. كنتمنى الحلقه ديال اليوم تكونوا استفدتوا منها، وانتظروا البنات لا فيديو ديال غدا اللي غيكون مهم جدا جدا جدا. غادي يكونوا فيه دي سوربريز ديال لي فوغاج، كيفاش ان شاء الله تعاملوا مع الفوغاج ديال الغريبه، كيفاش نحشيو غريبه بالشريحه والبرقوق والمشماش وشكل اخر بالطيبه ديال لي كاليسون. كنتمنى على ان لا فيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وانتظروني غدا ان شاء الله باذن الله تعالى.